السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وهنعمل معاكم طريقة الكبدة الاسكندراني. بالنسبة ده انا جبته من عند الجزار وخليته اقطعه لي شرايح رفيعة. دي كبدة بلدي. وتاني حاجة يا جماعة، الكبدة البلدي انا ما بغسلهاش عشان هي لو غسلتها بتظهر الزفارة، فدي كبدة بلدي انا ما بغسلهاش. الكبدة المستوردة بتتغسل لها طريقة تانية. ومعانا في حدود ال 100 جرام دهنة، يعني نص كوباية دهنة اللي هي بتاعت الكبدة، ومعانا نص كوباية زيت، ومعانا 4 قرون فلفل اخضر، ومعانا 10 فصوص توم انا فرماهم، ومعانا قرن فلفل ولا هو حامي ولا هو بارد، ده حاجه ترجع لك انتي. معانا معلقه صغيره فلفل اسود، ومعانا معلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره كزبره ناشفه، ومعانا معلقه كبيره مساحه ملح. هنروح بقى يا جماعه نشوف الطريقه. تعالوا معانا بقى نشوف الطريقه يا جماعه. انا رجعت تاني عشان اقول لكم الطريقه. هنحط الفلفل والثوم عندنا في الخلاط او في الهون، عندك الحاجه اللي عندك، اي مطحنه عندك حطها فيه. وهنحط البهارات كلها، وهنحط نص كميه الزيت اللي انتوا شايفينها ديت كده. حطينا نصها بس عشان النص التاني هنستخدمه على النار. وهنضرب كل دوت في محضره الطعام. عند حضرتك الهون ممكن حضرتك كل ده تدوقيه برده في الهون حسب النوع المطحنه اللي عندك. هروح بس اطحنهم وهرجع لكم تاني. طحنتها يا جماعه اهيت زي ما انتوا شايفينها. ها يا جماعه انا طحنتها زي ما انتوا شايفينها. هاخد نص الخليط ده احطه على الكبده، والنص التاني هستخدمه على النار. اهو يا جماعه زي ما انتوا شايفين. هاخد بقى نصه كده زي ما انتوا شايفين كده، هاخد نصه اهوت واقلبهم مع بعض. اقلبهم حلو مع بعض زي ما انتوا شايفينها كده. هروح بقى على النار واجيب الطاسه. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه يا جماعه. جبنا الطاسه اهي على النار اهيت، وهنحط فيها بقيه الزيت اللي احنا كنا مخلينه في الاول زي ما انتوا شايفين. وهنحط الزيت بتاعنا يسخن بس شويه. حلو. رجعت لكم تاني يا جماعه. الزيت عندي سخن اهوت اللي هو نص كوبايه زيت. وهنحط بقيه الخليط بتاعنا. ومعاهم قرن فلفل حامي حسب برضو رغبتك، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه خلاص. ده هنقعد نقلب فيه شويه كده نحس كده ان الريحه قربت تطلع كده. هنروح نازلين بالكبده بتاعتنا. شوفوا يا جماعه. قلت لكم تاني يا جماعه الريحه ابتدت تطلع اهيت. اهو يا جماعه انا بقى هنزل. الريحه طلعت اهيت. هنزل بالكبده بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بالدهنه بتاعتي برضو اهيت، وهقعد اقلب فيها كده زي ما انتوا شايفين كده لغايه ما احس انها ابتدت تخش في السوا وتاخد اللون. وفي اخر حاجه يا جماعه هطفي بالخل والليمون في الاخر برضه. ما اقدرش احط الخل دلوقتي عشان هيبرد لي الزيت. اهي يا جماعه هي بقى شايفينها كده يا جماعه. اهي استوت اهي وما عادش فيها ميه خالص. شايفينها؟ شايفين كده اهو. شايفين ما فيهاش ميه خالص اهي. دلوقتي هنحط بقى الفلفل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. نقعد نقلب فيها. اهي يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده حطينا الفلفل. اهي يا جماعه زي ما انتوا شايفين حطينا الفلفل اهوت. وبعد كده هنحط معلقه خل، معلقه واحده خل اهي. وهنحط يا جماعه عصره ليمونه اهي. يا جماعه انا عصره ليمونه. وهنقلب بقى خلاص. احنا كده حطينا معلقه خل واحده وعصره ليمون. هنقلب. اهي يا جماعه رجعت لكم تاني. ادي الكبده اهي شكلها النهايه اهي. انا حطيتها في سندوتشات عيش بلدي وعيش فينو، اي حاجه انت حابه تعملي فيها اعمليه. وقدمت جنبها مخلل مشكل. المخلل دوت بالمناسبه انا عاملاه يا جماعه، ان شاء الله بعمله لكم في فيديو. وقدمت جنبها سلطه طحينه. والمقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف. ما تنسوش تكتبوا لي كومنت لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها اول باول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.